الا بغى الجو العائلي يدي معاه باسو ويدي معاه ايكو. بركه من الحقره ما عندوش تجربه تدريب المنتخبات، وعلى ان تدريب الانديه ليس هو تدريب المنتخب. بركه من الحقره. شفتي ديك البوطو اللي كتضرب بوطو كتخرج، يعني واحد كيقوس في القهوه كيقول هاد الركراكي ان شاء الله يخسر علاش ما جابش هذا ولا ما دارش هذا، غديروا النيه باش ان شاء الله. الاعلام الرياضي في المغرب للاسف نقطه استفهام كبيره. بالامس القريب كانوا يشتكون من قله الخرجات الاعلاميه لا البوسني فايد خليلوزيتش وحتى من قبله المدرب الفرنسي هيرفي رونار الخاصه بتوضيح مجموعه من الامور التقنيه والتكتيكيه اللي كتتعلق بالمنتخب الوطني المغربي، والكل كان يدعو بضروره وجود تواصل بين الاداره التقنيه والجمهور المغربي. وعندما اتى مدرب وطني شاب اسمه وليد الركراكي بنيه توضيح كل كبيره وصغيره بكل عفويه وبدون لغه خشب، انهالت عليه الانتقادات وكثر القيل والقال. عثمان سبورت، كن رياضيا ذكيا. إعلام رياضي يبحث فقط عن البوز، يقفون على كل كلمة يقولها المدرب الوطني ويحاولون تأويلها بأسوأ الطرق الممكنة حتى يسوقوا للرأي العام على أن المدرب وليد الركراكي مثله مثل من سبقوه، وعلى أنه ليس المتحكم الوحيد والأخير في الاختيارات التقنية الخاصة بالمنتخب الوطني. الرحيمي بعدا هو عارف يقدر يأكد وسولو بعدا جا كان عنده لو بوا وهذا الماتش ما جاش بالحق. انا كنامن برحيمي سي ان بون جوار، دونك قلت له اسمع ولدي الكلاب ديالي جمع راسك خدم سنو ما غاديش تمشي للمونديال. كفانا اذا من التشويش المدرب وليد الركراكي ان قال على ان اللاعب سفيان الرحيمي نسبه الدهون في الجسم ديالو مرتفعه، فهذا كلام ليس مبني بالعلم مجرده، انما مبني على تقارير طبيه وعلميه اللي كتحدد هذه النسبه في جسم اي لاعب. والمدرب وليد الركراكي طلب من اللاعب سفيان الرحيمي باش يحاول يقلص هذه النسبه ويخدم مزيان ويوصل في احسن فورمه ممكنه للمونديال. لكن للاسف البعض استغل هذا الكلام باش يروج على ان المدرب وليد الركراكي كيحقر اللاعب سفيان الرحيمي، وعلى انه كلام اللي ما خصوش يتقال في حق هذا اللاعب. 100% كاين دي جوار في ان جروب دو 26 اللي ما غاديش يدخل يمكن، ولا قلت دابا الناس غيقولوا انت غتجيب كيجيبوا واحد باش يضحك الدراري بحال دي فوا يا دي ليدر دامبيونس ويقدر يعاونك ولا احتاجتي. وليد الركراكي عندما قال ايضا على انه لابد من وجود لاعبين اللي غيتواجدوا في اللائحه النهائيه واللي ما غاديش تعطاهم الفرصه في المونديال، بحكم على انه 3 مباريات امام بلجيكا كرواتيا كندا، بالتالي 11 رسميين و5 تغييرات على الاكثر. لابد من وجود لاعبين اللي ما غاديش تعطاهم الفرصه، ولكن الدور ديالهم غادي يكون مهم في حمايه المجموعه وكذلك في خلق ذاك الجو العائلي. بعض المنابر الاعلاميه بكل استهزاء ردت على هذا الكلام على انه الا بغى الجو العائلي يدي معاه باسو ويدي معاه ايكو. اسكي ربح لا سكي باش نكبروا الكره في المغرب ولا بغينا نزيدوا لقدام. ديك لو بروبليم السهله اللي بغينا نديروا ا بي سي ما كايناش في الكره. جبتي اتاكون غتحطوا مع هذا غتحطوا مع هذا غتحطوا مع هذا غتربح، ما كايناش هذه ما كايناش. سنو باريس سان جيرمان انت حطيتي ميسي نيمار امبابي ما داو تشامبيونز ليغ. الصحافه اللي تخلات على الضوء الاصلي ديالها في مناقشه الامور التكتيكيه اللي كتعلق بالمنتخب الوطني باشمل رسم تكتيكي غادي نلعبوا امام كرواتيا، باشمل رسم ونهج تكتيكي غادي نلعبوا امامكم بلجيكا وكندا. شكون هما اللاعبين اللي ممكن يعوضوا لنا اللاعبين المؤثرين داخل المنتخب الوطني المغربي في حاله حدوث لا قدر الله اي اصابه؟ الصحافه للواجب ديالها الدعم والوقوف خلف المدرب الوطني قبل شهر من انطلاق المونديال، لكن للاسف يعني يركضون وراء التفاهات ويركضون وراء ما يمكن ان يخلق الجدل وسط الجماهير المغربيه بنهج اسلوب خالف تعرف. وباغيين يدوروا ما جاوش يهضروا على لو ستيل دو جو. علاش انا جيت نهضروا على لو ستيل دو جو، على شنو باغي ندير، على كيفاش بغيتي فير ايفولوي سيت ايكيب. هناك منابر اعلاميه كذلك خرجت وكتقول على ان المدرب وليد الركراكي ما عندوش تجربه تدريب المنتخبات، وعلى ان تدريب الانديه ليس هو تدريب المنتخب. فانا اقول بالله عليكم اعطوني اسماء المنتخبات اللي كان كيدربها المدرب جمال بالماضي قبل ما يتولى مهمه تدريب المنتخب الجزائري ويفوز معاه بكاس افريقيا 2019. اعطوني اسماء المنتخبات اللي كان كيدربها المدرب بدو الزكي قبل ما يوصل لنهائي كاس افريقيا 2004 مع المنتخب الوطني. واعطوني كذلك اسماء المنتخبات اللي تولى التدريب ديالكم من لويس انريكي، ديشون، فليك قبل تولي مهمه تدريب المنتخب الاسباني الفرنسي والالماني. وبالتالي بركه من الحقره المدرب وليد الركراكي البارميس ديالو كلاعب ممتاز مع المنتخب الوطني المغربي، النتائج مبهره لحقها مع الفتح الرباطي، الضحيه القطري وكذلك الوداد الرياضي. مدرب يعرف كل كبيره وصغيره على اللاعب اللي كينشط في البطوله برو، يعرف كل كبيره وصغيره على اللاعب اللي كيلعب في الدوريات الاوروبيه. صراحه كل مقومات النجاح متجمعه في شخص وليد الركراكي ويستحق بجداره واستحقاق مهمه تدريب المنتخب الوطني.
كيثيقوا فيا باسكو كيعرفوا النيه ديالي، ولا نجحنا غنجحوا كل شيء، ولا ما نجحناش هما كيعرفوني. ولد ديال المعقول، انا جيت باش ندي لي تيتر، انا ما جيتش باش نتفلا بحال اللي قلت، ما جيتش باش ندير بليزير او جون. انا اقول ايضا انسيتم ام تنسيتم كيف كان اداء المنتخب الوطني المغربي امام الولايات المتحده الامريكيه، امام جنوب افريقيا وليبيريا، مباراتين وديتين قويتين امام منتخبين من امريكا اللاتينيه، باداء عالمي امام الشيلي، واخر بطوله امام باراغواي وبشباك لم تتلقى اي هدف. كنعتقد على ان مدرب وليد الدكداكي اولا مدرب اللي كيبغي بلادو، ثانيا مدرب شجاع. ليس من السهل تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني المغربي قبل شهرين من انطلاق المونديال، وأنت تعلم جيدا على أنك ستواجه منتخبات عالمية، والصورة ديالك في الشارع الرياضي مهددة وفي خطر. ولعل المدرب حسين عموتة أدرى بما أقول، أليست مباراته أمام المنتخب الجزائري في إطار منافسات البطولة العربية كانت سببا مباشرا في عدم توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني؟ كيف كانت صورة المدرب حسين عموتة في الشارع الرياضي المغربي قبل هذه المباراة وبعدها؟ وبالتالي فأنا أقول كل الدعم للمدرب وليد الدكداكي، وشخصيا لدي الثقة كاملة على أنه سيقدم واحدة من أفضل النسخ للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم. اللي مازال ما اشتركش في القناة هذا الوقت باش يشترك، فعلوا زر الجرس، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.